زي ما انتم شايفين كده احنا في ميدان المطريه، بس مش تحت في الميدان، احنا فوق شويه مع الاستاذ ياسر سالم مدير اداره المطريه لتعليم الكوره. استاذ ياسر بنرحب بحضرتك على شبكه عالم مصر. احنا سجلنا طبعا النهارده في احدى امتحانات خريجي محو الاميه اداره المطريه. شفنا سعاده الناس قد ايه بحصولهم على شهاده. حسينا ان احنا بنصور في جامعه القاهره في حفله خريجين. طبعا هي ما تقلش طبعا عن اي شخص حصل على نسبه نجاح وبيستلم في نهايه الدراسه بتاعته، بيستلم الشهاده، ما تقلش عن اي حد اتعلم وفي الاخر طبعا مستني الشهاده بتاعته زيه زي خريج الجامعه، زي بالعكس. يمكن شهاده محو الاميه النهارده مطلوبه بنسبه كبيره جدا. يعني انت عارف حضرتك المرور مثلا علشان يكون يعين ناس او ناس بتستخرج رخصه لازم يكون اساسا حاصل على شهاده محو الاميه. عشان يكون حاصل على شهاده محو الاميه يعني يجيد القراءه والكتابه. طبعا هناك بيبقى فيه حكايه الاشارات بيدخل يمين ازاي شمال ازاي الكلام ده كله. فطبعا يعني كان الاول المرور بيعمل لهم اختبارات، انما شهاده محو الاميه خلاص كده بيبقى هو بيجيد القراءه والكتابه ويخش بعد كده على المرحله الاعداديه بعد الحصول على شهاده محو الاميه. هو فاهم كده دارس كويس جدا، وطبعا ده نتيجه دراسته معانا بنسبه 6 شهور مثلا كدراسه، بيحصل بعد كده على شهاده محو الاميه. طبعا فرحته بتبقى كبيره لانه طبعا حياته كلها بتتحول من اول وجديد، بيحصل على فرصه عمل. وبرضه احنا بنعمل مع الجمعيات ومع منظمات العمل المجتمع المدني بعض المشروعات وبعض البروتوكولات اللي بتساعد على الدارس انه يحصل على وظيفه ويحصل على شهاده محو الاميه. العمل في اداره محو الاميه عمل متعه. هي المتعه لما تشوف النهارده الناس وهي بتحصل على الثمره بتاعتها تعب. يعني احنا عندنا امتحانات كل دوره تدريبيه، كل دوره امتحانيه كل 3 شهور في يناير وابريل ويوليو واكتوبر. بعد ال3 شهور دوت دراسه او بعد ما يكمل مثلا على طبقا لكل مشروع، في مشروع مثلا من 3 ل 6 شهور دراسه وفي مشروع مثلا 9 شهور. بعد الدراسه بتاعته اقرب دوره امتحانيه بيخش بعد كده ان شاء الله بعد ما يجتاز الامتحان بينجح ياخد الشهاده. هنا بقى حياته بتتحول، يعني لانه بيبقى شهاده محو الاميه دي بالنسبه له هو طالبها علشان يشتغل بيها ويتعلم. انه هو كسب حاجتين، انه يتعلم وانه يشتغل او يتعين في وظيفه جديده. فدي طبعا احنا بنبقى سعداء جدا. يعني النهارده شفت حضرتك الناس دي سعيده جدا ان هي بتلطف الثمره بتاعتها، خصوصا طبعا اللي اجتهد واللي تعب. حتى المدرس فرحان النهارده، ده مجهود للمدرس.